بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في برنامج إبداعات الميسانية، والحلقة الأولى من هذا البرنامج، وباكورة عملنا مع شاعر عراقي كبير له بصمة واضحة على خارطة الشعر في كربلاء وميسان والعاصمة بغداد. عمل رئيسا لجمعية الشعراء الشعبيين في كربلاء آنذاك، ورئيسا لرابطة الشعراء الشعبيين. حاليا عضو الهيئة الإدارية لجمعية الأدباء الشعبيين في ميسان، أستاذا فاضلا وتربويا مرموقا. إنه الشاعر العراقي الكبير الأستاذ كريم مسلم الطائي. فمرحبا بك أستاذنا وحياك الله. حياك الله ومرحبا بك عزيزي حيدر، وأهلا وسهلا. أستاذنا العزيز، للشعر مبتغى وللشاعر طموح وهموم، فماذا تعني لك هاتين الكلمتين الكبيرتين بالمعنى والمضمون؟ الشعر كائن حي جميل يتقصد الجمال بكل رسائله، لذلك صير فكره لصالح الجمال واصطفاه كيقين ثابت ودائم يتجاوز حدود الشك. والشاعر هو مخلوق استثنائي ميزه الله تعالى عن بقية خلقه بنبوءة الشعر والحب والحياة والسعي للبناء لا للهدم. أستاذنا العزيز، هل تشنف أسماعنا بقصيدة ما كتبتها؟ إن شاء الله. سكن خوفي ببيه الصمت، سكن خوفي ببيه الصمت، وأنا طايح بين يدي، وروحي سكتة تريد ترحل، والشمس غابت علي، وطيري من وهم طلقته، من نموتا منه لي، بقلبي قطرة دم عجيبة كنت أحس بيها المنية، القطرة تمشي بعكس دمي ولا ترى بالعين هي، والعجيب اللي بيها صاير ترفض الدورات كلها الدموية. القطرة تمشي بعكس دمي ولا ترى بالعين هي، والعجيب اللي بيها صاير ترفض الدورات كلها الدموية. ومن هذيك القطرة وانا صرت من راسي لعجة مقضية، وانتظرتك ونادما انا من جيتك، من بعد ما كان قلبي بقفص سجن، وشوقي ياخذنا عليك، وقابضا فرن ضلوعي من سجن روح وجت متعنية ليك، وجاي سألك من هو الأحلام إذا ليلي يموت، وجاي سألك من هو الأحلام إذا ليلي يموت. الله عليك، والشمس المن ضواها اللي بيها شجرات العمر شبعانة موت، والبكي آية البكي المن حلاته من تطيح الدمعة وتحرك السكوت. ومن هو للشاعر ذا إنسان مات، والمنصة تعثر الماء عند ذات، وانتظرتك وقلبي عباد الشمس لجلك فرجته، وعلى صدر الجبل من خضر نهار، وصوتي مخنوق بعبرته، وهذا وجهي اللي يخجل من تراب سجنك بعد حار. أنا ما أريدك تصير غراب بي، رايدك بلبل هزار ترسم البسمة على شفت أطفال نذلها الحصار. العيد صار بعيد عنه، الحزن باقي الفرحة منه، وهو يا عيد اللي يجوبي فرح صار. بعيدين يا قلبي الما فرح مرة، بعيدين واخوتي يا وقت عني، بعيدين ايش وقت ترتاح ببلادك، بعدين الموت ولا عيشة بردي. احنا ما بينا بعد دمعات تجري، والشلن من وقت ابوي الرحل غفلة بعيد عنه، وعاف لكومة صغار، وانتظار وطالبين الانتظار. وعمي سجتك بعد ما ترحم صبرنا، وش تفيد السكة قل بلا قطار، وخاف اقول لك راح يفلت خيط صبري ويوقع بزيج الزرار. جميل. نستطيع أن نقول أنه هذه القصيدة معاناة للشاعر العراقي. نعم بالضبط. جميل. الله يبارك. الوفاء في الصداقة. نعم. والصداقة في الوفاء، فماذا تعني لك هذه المفردة الجميلة والكبيرة في مغزاها ومضمونها؟ الصداقة عالم جميل لا يدخلها إلا من يحمل جواز الوفاء. هل كتبت قصيدة عن غدر الصديق؟
نعم. أستاذنا الكريم كتبت قصيدة بالضبط. ممكن نسمعها؟ نعم. يل كسرت أمواج وهمك، يل كسرت أمواج وهمك، مو قلت خلها وراي، خيطت عين بدمعتي وأمنت يمك قفاي. يل كسرت أمواج وهمك، مو قلت خلها وراي، خيطت عين بدمعتي وأمنت يمك قفاي. شوقي ذباني على بابك، طير ومفرفح سوالف، وحدر تربان المواقد، نار مشتعل عواطف، ومن يهب الهوى بريتك صدري يتلقى العواصف. يلي أمنتك علي وجرحي يسلى بصفنتي، وجيت ألم عمر بغيابك، ماتت البسمة على شفتي. مو كنت شيال همك واحترق دمه ويا دمك، وتالي أول سيف منك راد ياخذ لرقبتي. مو كنت شيال همك واحترق دمه ويا دمك، وتالي أول سيف منك راد ياخذ لرقبتي. ومن جرادك حط رحاله غثة تغريد البلابل، إلا يلقاها بعزيزه الجاي يلعب على الرقبة وتارس جوبه قنابل. الذبحن بسيف غيره، الرحمة مصلوبة بوريده، تعسر بأرض السنابل. الشاعر الما بيه شيمة، تشوف وجهه تقول هيمة معسرة بقلب القصيدة. الشاعر الما بيه شيمة، تشوف وجهه تقول هيمة معسرة بقلب القصيدة. والجفل غزر بروحك من العفل مليان غيظك، خلي يدفن عارك. واللي يبيع بيوم بخته كون يتلقاها سكته، وينتحر بيه الضمير. اللي يسبح من تراب مسلم يصير للعالم سفير، واكل من جوع اليتامى حتى تتنفس فقير. اللي يسبح من تراب مسلم يصير للعالم سفير، واكل من جوع اليتامى حتى تتنفس فقير. وهسه جاي تريد فرصة وترجع تطير بسماي، مو عرق وجه المنصة وما تراعي قبال ناي. وصوت ذانك حشماني يقول لي هذا انسان ثاني، وما بقت عند وجه قصة. جميل ابداعات استاذ، ابداعات. الله يبارك فيك. عندما نتحدث عن الشعر والشعراء نعم. نتذكر الراحل سعد محمد رحمه الله. نعم. فهل كتبت شيئا ما عنه نعم. رحمه الله؟ أكيد بالضبط. نقدر نسمع استاذنا العزيز؟ يل مسافر أحس بيه ترسري تصعد دخان. يل مسافر أحس بيه ترسري تصعد دخان، لحد ما نسفت جروحي وطويت جدام هجرك، يا عطش فرقاك يتمشى ويدم ويشرب بروحي. يل مسافر أحس بيه ترسري تصعد دخان، لحد ما نسفت جروحي وطويت جدام هجرك، يا عطش فرقاك يتمشى ويدم ويشرب بروحي. وتوجيت على جرح وجيت متحنط خيال بخوف، بلكت مني جزاتوت دارس طولة منك شوف. واشم بي ريحتك نعناع واشرب من بواجيك لحد ما يطفى بي الصوت. واريد اتمدد بطولك وصيحا بيك هالولاد، اريد اتمدد بطولك وصيحا بيك هالولاد. ثقل برد الشتا بريتي واريد اعلق محاكيك، وطش روحي بشتالك موت الك وحشة ترس بيتي. واجيلك من سما الفرقة وتمر بي الشمس وتفوت، يتيم وما حظى بشبي يا موقد شتا الغبشة. يا الماخذ ضوى عيوني اجيت برية مغتمة، وهناك بديرة الميتين وحشة موت ومتيهين. هناك بديرة الميتين وحشة موت ومتيهين. غروب الشمس والليل بيها يدور، وترابك يزوق الطين، وعليك يسير القاطع ما مرتاح، وانت تقول له شو مسوي.
عليك يسير القاطع ما مرتاح، وانت تقول له شو مسوين يا سفرة عمر عبر السكون الليل، وعيونك سعد من جد ما تفرقاك، بجفوفك مراجل شانة التابوت، بجفوفك مراجل شانة التابوت. الافرح مع الروح سعد، وحياك الله شعب العزيز. واصل ونتواصل معاكم احبتي المشاهدين. ثانيا نرحب بكم اجمل الترحيب اعزائي المشاهدين، وكذلك نرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكبير كريم الطائي. حياك الله واهلا وسهلا بك. اهلا بك يا استاذ حيدر. شاعرنا العزيز، ما هي مقومات القصيدة الشعبية الناجحة؟ من مقومات القصيدة الشعبية الناجحة والناجعة وحدة الموضوع، أي القدرة البنائية في تركيب الجسد الشعري كي يكون نابضا بالحياة، والإيحاء الحسي والتجريدي تحدده ثقافة الشاعر وموهبته، إضافة إلى التشكيل الصوري الذي يكون هناك مشهد تصويري متكامل. قصيدة بدون صور شعرية كفاكهة بدون طعم. حلو جميل. إضافة إلى التنوع الإيقاعي والاشتغال اللغوي، وكذلك استخدام عنصر الدهشة الشعرية. هذه هي مقومات القصيدة الناجحة. شاعرنا كيف يمكن تأشير الحداثة في الشعر الشعبي؟ وهل هي خروج عن النص المألوف؟ إن طفرة نوعية طرأت على القصيدة الشعبية نهاية الخمسينات، وكان صاحب هذا التحول الشعري ورائد هذا المضمار هو الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، حيث حول القصيدة من قصيدة بسيطة متردية إلى قصيدة حديثة بخطابها الشعري وأسلوب التعبير، وتحولت إلى سيمفونية متناغمة إلى حد الخدر. إضافة إلى ذلك الحداثة هي لا تعني الخروج عن العمود الشعري أو التفعيل للقصيدة، بل تتعدى إلى طريقة الأسلوب والتفكير في التعبير وفي كتابة النص الشعري للقصيدة. جميل. يعني هذه نستطيع أن نعتبرها كرسالة توجيهية لشعرانا الأعزاء. ماذا يعني لك المبدع الحقيقي؟ نعم. المبدع الحقيقي كزهرة عباد الشمس، تزداد تفتحا عندما يطرق دواخلها ضوء الشمس. الآن تعرف أنه أنت في هذه المرحلة الآن أحبتنا وأخوتنا الأعزاء يقاتلون في جبهات التحدي، جبهات الشرف والعزة. الأخوة بالحشد الشعبي والجيش العراقي، يعني نستطيع أن نسمع شيئا منك في حقهم إن شاء الله. من صاح الوطن، من صاح الوطن قلنا له يا لبيك، من صاح الوطن قلنا له يا لبيك، هالولاد ها المال حق يلحق، سرجنا خيولنا الما نكض بيها عنان، وشرعنا سيوفنا الما هو غير الطق. من صاح الوطن قلنا له يا لبيك، هالولاد ها المال حق يلحق، سرجنا خيولنا الما نكض بيها عنان، وشرعنا سيوفنا الما هو غير الطق. تشلبين الله عليك، تشلبين المناية تقول نسهة شوق، وتسلحنا بصبر وتحزمينا بحق، هبينا على ريح الموت نقطر موت، وزهقنا الارواح الما رضت تسهل، حصدناهم حصاد وترسوا التربان، وظلينا على خشوم وقصص نسحق، ولو ما فتوتك اكسر الظهر البين، جا طاحت عقلنا وثوبنا الشقق. تشلبينا المنايا تقول نسهة شوق، وتسلحنا بصبر وتحزمينا بحق، هبينا على ريح الموت نقطر موت، وزهقنا الارواح الما رضت تسهق، حصدناهم حصاد وترسوا التربان، وظلينا على خشوم وقصص نسحق، ولو ما فتوتك
أكسر الظهر البين طاحت عظمنا وثوبنا الشقق. رادونا نذل وحاربونا سنين بتراب الوطن ما دروا نتنشق. احنا الموت الأحمر يوم صار الكون ما بينا الذليل بالقصف دنق. لعيونك نرخص الغالي يا بغداد وبهدوب العيون نخيط اللي ينشق، وبهدوب العيون نخيط اللي ينشق. الله عليك استاذ، الله جميل جدا رائع. استاذنا بين الحين والاخر نسمع انه تسقيط بين هذا الشاعر وبين ذاك، انه يقول هذا توارد وهذا كذا، يعني فد رساله توجيهيه او فد يعني اللي ببالكم انه تردون توصلونه للشباب الاعزاء. اكيد هو استاذ حيدر التوارد هو باب من ابواب السرقات الشعريه، يعتبر من باب الخامس من ضمن السرقات الشعريه اللي عددها اكثر من 25 فقره. فانا اللي انصح بالشباب أن يتأنى بكتابة المفردة، وعندما يقرأ قصيدته سواء كان في محفل أو في أماسي جمعية الأدباء الشعبيين ويأتي شاعر آخر ليقول له هذا البيت متوارد مع شاعر آخر سبقك في تجربته، فعليه أن يحذف هذا البيت لكي يستمر. ونصيحتي لشعرائنا الشباب أولا التأني في اختيار المواضيع الخاصة بكتابة القصائد. ثانيا عدم التعجل في الظهور الإعلامي، لأن الوصول إلى قمة الجبل قد يكون سهلا لكن البقاء في القمة يكون صعب جدا. الابتعاد عن الغرور لأن الغرور يقتل الإبداع. الحضور إلى أماسي جمعية الأدباء الشعبيين التي تقيمها الجمعية في يوم الجمعة مساء لزيادة التلاقح الشعري لكي نضع الشاعر ونقومه ونضعه على السكة الصحيحة. جميل. الله يبارك. قصيدة في ختام نعم. برنامجنا لهذا اليوم نسمعها من كريم الطائي. نعم. الزمن ياكل بروحي، الزمن ياكل بروحي والصبر سدم اشتهاي. الزمن ياكل بروحي والصبر سدم اشتهاي. اتريقت بعروق صبري وشربت من دمع ماي. اتطاولت حتى على ظل وردت ما يمشي وراي. الزمن ياكل بروحي والصبر سدم اشتهاي. اتريقت بعروق صبري وشربت من دمع ماي. اتطاولت حتى على ظل وردت ما يمشي وراي. المرايا وجوه تحكس وانا يحكسنا ضواي. المرايا وجوه تحكس وانا يحكسنا ضواي. جيت اركض على وجهي وخوفي بس من مستحى. عطشان واجيت ازدحم بي الخوف وهو شايل ارواح محطمه بصدره. مرني الخوف جثه وبوسط صحراء الليل ومن نقرة عصافير وقع صدره. إذا تتحدى نارك عند وجه الماي تصير رماد نارك وانت ما تدري. شربت الدمع وتحنط خيال الشوف وقع جلد بظلامك وانخطف صبر. أشكرك أستاذ لإتاحتك الفرصة إلنا وحياك الله. حلقتنا لهذا الأسبوع نتقدم بخالص الشكر والتقدير لشاعرنا الكبير كريم مسلم الطائي، وكذلك نتقدم بالشكر إلى جمعية الأدباء الشعبيين في ميسان لتعاونهم معنا. كان في الإعداد والتقديم حيدر محمد الخزعلي، وفي التصوير عبد العزيز الساعدي، وفي الإخراج مصطفى غرام، وفي الديكور عبد الرحمن العراقي، والهندسة الصوتية سيف أوديو. نستودعكم الله وفي أمان الله.